ياك شماش. جماعة الخير، دائما رانا مع 5 جويلية، بيسك رانا اليوم 5 جويلية، واليوم غادي نهضروا واحد الموضوع مهم جدا جدا، وجبت لكم فيه هاد الصورة نتاع الشهيد العربي بن مهيدي، من كانوا حاكمينه العسكر تاع فرنسا ودينه للعذاب ولا طورتور، والبلاصة اللي دخل منها حي خرج منها ميت، ومن تما راح. إذن باش نوصل المعلومات تاعي غاية لأولي الألباب والناس اللي عندهم العقل، غادي نهضر لكم بهذه الطريقة. لنفرض جدلا العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويعاود يولي للحياة، ويلقى باللي بوخروبة محمد إبراهيم هو اللي ولا الرئيس مور 1962. لنفرض جدلا أن هذا العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويشوف باللي قاع الجزائريين اللي كانوا تابعين للجيش الفرنسي، اللي كانوا حركة في الجيش الفرنسي، اللي كانوا يعذبوا الشهداء ويعذبوا المجاهدين، هما اللي مور الاستقلال ولاو مسائل كبار ورؤساء ووزراء، بما فيهم خالد نزار اللي كان كابران في الجيش الفرنسي، هو اللي ولا وزير الدفاع مور الاستقلال. انا عطيت اكزومبل غير على خالد نزار، ما هما راهم الالوفات تاع لي زيكزومبل، كاع اكبر مسائل كانوا تابعين للجيش الفرنسي. لنفرض جدلا ايها المستمع الكريم، العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويشوف باللي مور الاستقلال تاع 62 فرنسا جات للرقان ودارت التجارب النووية، والتجارب النووية كان عندها صدى ودي زيفي سكوندير نيجاتيف، والجزائريين اتأثروا بهذوك التجارب النووية. لنفرض جدلا أن العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويلقى باللي 90% من الوزراء الجزائريين قاع عندهم ناسيوناليتي فرنساز، وقاع بناتهم ولادهم ونساهم ساكنين في فرنسا. لنفرض جدلا العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويلقى باللي أكبر مسائل نتاع الجزائر مور الاستقلال قاع تابعين لفرنسا، وقاع نساهم ولادهم ساكنين في فرنسا، وقاع شارين في فرنسا. أي تخيل. والأسوأ من ذلك اللي هي هذه هي المهمة، تخيل العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويلقى باللي الجزائر دايرة علاقة حميمية مع فرنسا ومع ديال المغرب. المغرب اللي ساعدنا في الثورة، المغرب اللي بسبب تاعه الجزائر استقلت، المغرب اللي كان يساعدنا ويبعث لنا الدواء الغذاء السلاح. والعربي بن مهيدي هو اللي كان قاضب لو ديبارتمون اوراني، يعني جهة الغرب. العربي بن مهيدي هو اللي كان حاكم هذا المنطقة، وعارف باللي السلطان الراحل محمد الخامس هو اللي كان يبعث لنا في الدواء ويبعث لنا في الغذاء وفي السلاح. العربي بن مهيدي هو اللي كان حاط بوخروبة في وجده باش يبعث لها السلاح للجزائر باش يقاوموا العسكر تاع فرنسا. الور تخيل نتايا، ينوض العربي بن مهيدي ويلقى باللي رانا معادين هذا المغرب اللي عاونتنا في الثورة، ورانا دايرين علاقة حميمية مع فرنسا، والرؤساء متاع فرنسا من يجوا الجزائر الشعب الجزائري يقعد يبوس لهم على يديهم. داروها مع فرانسوا هولوند، رحبوا به وباسوا له يديه. داروها مع جاك شيراك، داروها مع نيكولا ساركوزي، وداروها مع ايمانويل ماكرون، حلوا له يديه ورحبوا به بالزغاريت. وراك يا العربي بن مهيدي حطوا فوقك عرام تاع تراب وراحوا يزغرتوا لايمانويل ماكرون من جا للجزائر. ها باش تبين لك باللي السبوعة والرجالة ماتوا حطوا فوقهم عرام تاع تراب، ودروك الجزائر راهم يسوقوا فيها الحركة والمرخص ولاد فرنسا. ياك شماش.
جماعة الخير، دائما رانا مع 5 جويلية، بيسك رانا اليوم 5 جويلية، واليوم غادي نهضروا واحد الموضوع مهم جدا جدا، وجبت لكم فيه هاد الصورة نتاع الشهيد العربي بن مهيدي، من كانوا حاكمينه العسكر تاع فرنسا ودينه للعذاب ولا طورتور، والبلاصة اللي دخل منها حي خرج منها ميت، ومن تما راح. إذن باش نوصل المعلومات تاعي غاية لأولي الألباب والناس اللي عندهم العقل، غادي نهضر لكم بهذه الطريقة. لنفرض جدلا العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويعاود يولي للحياة، ويلقى باللي بوخروبة محمد إبراهيم هو اللي ولا الرئيس مور 1962. لنفرض جدلا أن هذا العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويشوف باللي قاع الجزائريين اللي كانوا تابعين للجيش الفرنسي، اللي كانوا حركة في الجيش الفرنسي، اللي كانوا يعذبوا الشهداء ويعذبوا المجاهدين، هما اللي مور الاستقلال ولاو مسائل كبار ورؤساء ووزراء، بما فيهم خالد نزار اللي كان كابران في الجيش الفرنسي، هو اللي ولا وزير الدفاع مور الاستقلال. انا عطيت اكزومبل غير على خالد نزار، ما هما راهم الالوفات تاع لي زيكزومبل، كاع اكبر المسائل كانوا تابعين للجيش الفرنسي. لنفرض جدلا ايها المستمع الكريم العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويشوف باللي مور الاستقلال تاع 62 فرنسا جات للرقان ودارت التجارب النووية، والتجارب النووية كان عندها صدى ودي زيفي سكوندير نيجاتيف، والجزائريين اتأثروا بهذوك التجارب النووية. لنفرض جدلا أن العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويلقى باللي 90% من الوزراء الجزائريين قاع عندهم ناسيوناليتي فرنساز، وقاع بناتهم ولادهم ونساهم ساكنين في فرنسا. لنفرض جدلا العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويلقى باللي أكبر مسائل نتاع الجزائر مور الاستقلال قاع تابعين لفرنسا، وقاع نساهم ولادهم ساكنين في فرنسا، وقاع شارين في فرنسا. أي تخيل. والأسوأ من ذلك اللي هي هذه هي المهمة، تخيل العربي بن مهيدي ينوض من القبر ويلقى باللي الجزائر دايرة علاقة حميمية مع فرنسا ومع ديال المغرب. المغرب اللي ساعدنا في الثورة، المغرب اللي بسبب تاعه الجزائر استقلت، المغرب اللي كان يساعدنا ويبعث لنا الدواء الغذاء السلاح. والعربي بن مهيدي هو اللي كان قاضب لو ديبارتمون اوراني، يعني جهة الغرب. العربي بن مهيدي هو اللي كان حاكم هذا المنطقة، وعارف باللي السلطان الراحل محمد الخامس هو اللي كان يبعث لنا في الدواء ويبعث لنا في الغذاء وفي السلاح. العربي بن مهيدي هو اللي كان حاط بوخروبة في وجده باش يبعث لها السلاح للجزائر باش يقاوموا العسكر تاع فرنسا. الور تخيل نتايا ينوض العربي بن مهيدي ويلقى باللي رانا معادين هذا المغرب اللي عاونتنا في الثورة، ورانا دايرين علاقة حميمية مع فرنسا، والرؤساء متاع فرنسا من يجوا الجزائر الشعب الجزائري يقعد يبوس لهم على يديهم. داروها مع فرانسوا هولوند، رحبوا به وباسوا له يديه. داروها مع جاك شيراك، داروها مع نيكولا ساركوزي، وداروها مع ايمانويل ماكرون، حلوا له يديه ورحبوا به بالزغاريت. وراك يا العربي بن مهيدي حطوا فوقك عرام تاع تراب وراحوا يزغرتوا لايمانويل ماكرون من جا للجزائر. ها باش تبين لك باللي السبوعة والرجالة ماتوا حطوا فوقهم عرام تاع تراب، ودروك الجزائر راهم يسوقوا فيها الحركة والمرخص